السلام عليكم، عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. الطب دايما بيكشف لنا أسرار مدهشة عن جسم الإنسان، وفي أمراض وحالات غريبة بتحير الأطباء قبل أي حد تاني. في حلقة النهاردة هنفتح ملف من أغرب الألغاز الطبية اللي خلت العالم كله يتكلم عنها. هنقف ونتكلم عن ازاي الجسم ممكن إنه يبعت إشارات مش مفهومة، وازاي مرض نادر يقدر إنه يغير حياة شخص بالكامل من غير ما يلاقي تفسير واضح للي بيحصل له. بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، لو انتوا من محبين الألغاز الطبية وحلقة النهاردة عجبتكوا، فياريت ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للحلقة، لأن ده بيساعد ان الحلقة تتشاف أكتر. وبس أتمنى ان حلقة النهاردة تعجبكوا، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في صباح حر ورطب في شهر يونيو سنة 1914، طبيب عنده 40 سنة اسمه جوزيف نزل من عربية بحصان قدام مبنى فخم من الطوب في ريف جورجيا. وكان منبهر، لكنه كمان كان محتار من العمارة الفخمة دي. كان بيقول إن شكلها كانت أشبه بمبنى حكومي أكتر من حقيقتها كمستشفى أمراض عقلية. هو كان سافر كل حتة في العالم في شغله مع هيئة الصحة العامة الأمريكية، لكنه ما كانش فاكر آخر مرة حس فيها بحر بالشكل ده. دكتور جوزيف كان هناك بأوامر مباشرة من رئيس هيئة الصحة العامة الأمريكية عشان يحقق في مرض جلدي اسمه بالاجرا، كان منتشر جدا في جنوب أمريكا. الناس ساعات كانوا بيسموا المرض ده بمرض الدي 4، وده إشارة لإزاي بيتطور، لأنه بيجي في البداية بالتهاب في الجلد، بعدين إسهال، بعدين خرف، وفي الآخر بيؤدي للموت. لحد ال10 سنين اللي فاتوا نادرا ما كان بيبقى فيه حالة بالاجرا في الولايات المتحدة، لكن في السنين الأخيرة وصلت بقوة، ودلوقتي بقت وباء في جنوب أمريكا لوحده. كان فيه على الأقل 100,000 حالة من حالة البالاجرا المؤكدة، وهيئة الصحة العامة الأمريكية كانت لسه بتدرس المرض ده من حوالي 5 سنين بس. فعشان كده ما قدروش يحددوا سبب المرض ده بالظبط، لكن النظرية السائدة كانت إنها بتنتشر عن طريق نوع من الدبان الأسود اللي بيتغذى على الدم. ولو ده كان حقيقي، فدكتور جوزيف كان عارف إنه بيخاطر مخاطرة كبيرة قوي بمجيئه هنا. هو كمان كان ممكن جدا إنه يصاب بالمرض. دكتور جوزيف كان بيخاطر من ساعة ما كان طفل، لما عيلته هاجرت من المجر لنيويورك ومش معاهم ولا مليم، ودلوقتي هو كان واحد من أشطر الأطباء في هيئة الصحة العامة الأمريكية، وكان حقق في انتشار أمراض كتير لو قعدنا نتكلم عنها ونعدها حقيقي الحلقة ممكن إنها ما تكفيش. المهم إن هو تقريبا في كل مرة كان بيتصاب بالمرض اللي هو بيحاربه، لكن دكتور جوزيف كان رجل عنده مهمة. هو كان لازم يعرف ليه في تركيز كبير كده لحالات البالاجرا في الأماكن اللي الناس بتعيش فيها في مجموعات كبيرة، يعني زي دار المسنين والسجون ودار الأيتام ومصحات الأمراض العقلية. وهو قرر إنه يبدأ بحثه في المصحة دي في جورجيا، واحدة من أكبر المستشفيات بتاعة الأمراض العقلية في العالم، وفيها أكتر من 3000 مريض، وكتير منهم كان مصاب بالمرض ده. بمجرد ما الدكتور دخل القاعة، سلم على رئيسة الممرضات وبدأ إنه يشرح لها خطته، وكان عايز إنه يقابل المرضى كلهم اللي في مراحل متقدمة الأول، وده لأنهم أكيد عندهم معظم الأعراض اللي هو عايز يدرسها. الممرضة خدت دكتور جوزيف بره المبنى الرئيسي حوالين نافورة، ونزلوا في طريق على جانبيه كان فيه شجر. نزلوا لمبنى مكون من 3 أدوار، وهي شرحت إن المصحة دي مفصولة حسب الجنس والعرق، وهي كانت واخداه للمكان اللي فيه المرضى الرجال اللي بشرتهم لونها أبيض، دول كانوا من أسوأ الحالات المصابة عندهم. وأثناء ما كان طالع للمبنى ده وبيقرب من الأوض بتاعة المرضى، كان سمع أصوات أنين وهمهمة كانت بترن في الحيطان. دكتور جوزيف كان بيبص من الشبابيك المدورة اللي على كل باب وهم ماشيين. المرضى كانوا ماليين الأوضة، كذا واحد في الأوضة، وغالبا بحالات مختلفة تماما عن بعض، من مدمنين كحول لرجال كبار في السن مصابين بالخرف، لناس بتعاني من نوبات ذهانية عنيفة. بعض المرضى كانوا هناك بإرادتهم، لكن تانيين كانوا بيعتبروا نفسهم إنهم مساجين جم هنا المكان ده غصب عنهم. دكتور جوزيف كان شاف معاناة إنسانية كتير قوي طول حياته المهنية، لكن بؤس الرجال دول كان صعب إنه يشوفه. وفي النهاية وقفوا عند باب خشبي تقيل، والممرضة طلعت مفتاح، بعدين بدأت إن هي تفتح الباب. ولما دخل جوه شاف قد إيه الأوضة دي ضيقة وسقفها واطي، وشاف رجل شكله تعبان قاعد على سرير صغير،
الممرضة قالت إن هو مزارع قطن وإن هو اسمه هنري وإن هو عنده واحدة من أسوأ حالات البلاجرا في المستشفى. رقبة المزارع ده وإيديه وذراعينه ورجليه كانت متغطية تماما بقشور سودا مبقعة، ولما الدكتور قرب أكتر قدر يشوف إن السواد ده كان سببه دم متجلط. الأوضة كانت حر ومكتومة، والتهوية الوحيدة كانت شباك صغير قوي على الحيطة البعيدة. لو المرض ده فعلا معدي فده كان مكان فظيع إن انت تزور فيه شخص مصاب. لكن زي ما قلتلكم جوزيف كان مصمم إن هو يوصل لأقصى الموضوع ده، عشان كده استعد للخطر اللي قدامه. بعدين مشي بثقة ناحية المزارع ده وسلم على الرجل، وبدأ إن هو الرجل ده كمان يرحب بالدكتور. جوزيف قال لهنري إنه عايز يسمع حكايته. هنري هز راسه، بعدين قال له إنه دخل المصحة بنفسه من كام شهر. في البداية افتكر إن الطفح الجلدي اللي على جسمه كان مجرد حرق شمس، لكن الطفح ده استمر في الانتشار حتى لو كان بعيد عن الشمس. وبعدين لما الإحساس الغريب ده بدأ إنه ينتشر في بقه، أدرك إن دي حاجة أكيد أسوأ بكتير من حرق الشمس. هو كان قلقان على زوجته وأولاده إنهم يتعدوا بالمرض اللي عنده، عشان كده قرر إنه يجي المصحة دي. وده ما كانش كل حاجة. هنري دلوقتي كان بيعاني من دخول الحمام باستمرار، وما كانش بيعرف إن هو ينام كتير أو يستطعم الأكل، ومهاراته الحركية بدأت إن هي تتدهور. بحزن وضيق شديد بدأ إن هو يقول إن هو عارف إن مفيش حاجة ممكن تتعمل. الموظفين قالوله بما إن السبب المرض ده لسه مش معروف، فده معناه إن مفيش أي علاجات مؤكدة، مفيش حاجات كتير يقدروا إن هما يعملوها عشان يساعدوه. جوزيف طلب من هنري إن هو يقف عشان يفحصه، لكن لما المزارع حاول إن هو يقوم رجليه كانت بترتعش لدرجة إن هو اضطر إن هو يقعد تاني فوراً. طبعا جوزيف اتصدم لما شاف ده بنفسه، يعني اللي شاف إن المرض ده ممكن إن هو يعمله في جسم الإنسان في كام شهر بس. هنري رفع راسه ببطء عشان يبص لجوزيف، وعينيه كانت بتواجه صعوبة في التركيز. اتكلم بصوت مشروخ وهو بيشرح موقفه. زوجته كانت مشغولة جدا مع أولادها عشان تقدر إن هي تدير المزرعة بتاعته، وعشان كده كل يوم بيقضيه هنا في المصحة كان يوم زيادة هما مش بيقدروا إنهم يهتموا فيه بمحاصيلهم، ولو غاب أكتر من كده هما تقريبا هيخسروا كل حاجة. طبعا جوزيف في الوقت ده وعد هنري إنه مش هيوقف الأبحاث بتاعته لحد ما يكتشف إيه سبب المرض بتاعه. وبعد ما ساب أوضة هنري، جوزيف مشي ورا الممرضة في جولة في باقي المصحة. هو قابل عشرات الرجال والسيدات في أعمار مختلفة، وكل حاجة كانت مأساوية بطريقتها الخاصة. المرض ده كان مرض قاسي جدا بمجرد ما بيتمكن من حد. رؤية الأطفال متغطيين بقرح دي كانت حاجة مؤلمة قوي بالنسبة لجوزيف. كان باين إن مفيش أي حاجة قادر إنه يعملها عشان يساعدهم. لكن اللي كان محيره أكتر كان قد إيه المرض ده كان متقلب. ما كانش منطقي بالنسبة له ليه المرض ده ما بينتشرش أكتر في المباني الحر اللي كانت موجودة في المكان من غير تهوية. هو كان متوقع إن في عنابر كاملة كانت هتتعدي دلوقتي لو كان المرض ده معدي، لكن نسبة قليلة بس من النزلاء دول اللي كانوا تعبانين. في نفس اليوم بالليل لما جوزيف كان بيراجع ملاحظاته في الأوضة بتاعته، أدرك إن الخطوة الجاية إنه يقابل الموظفين. كان عددهم بالكامل 293 موظف، وكان لازم إنه يتكلم معاهم. تاني يوم الصبح ادوله مكتب فاضي عشان يعمل فيه مقابلاته. هو اتأكد إن الاستبيان اللي هيديه لكل موظف يكون دقيق جدا، كل واحد اشتغل في المصحة قد إيه، وفي أي عنبر كانوا متجمعين كلهم، وإيه كانت تفاعلاتهم مع كل مريض، وكمان كل حاجة عن روتينهم اليومي. واحد ورا التاني الموظفين كانوا بيدخلوا ويبدأوا إن هم يعرفوا نفسهم. كانوا بيجاوبوا بصبر على كل سؤال، وكلهم كانوا مبتسمين متعاونين جدا. ولسبب ما كان في حاجة مش مظبوطة بالنسبة لجوزيف. بعد ساعة من العملية دي خطرت على باله فكرة. محدش من الموظفين كان عيان ولو حتى شوية، يعني دول كانوا ناس بيشتغلوا في مباني مليانة بالمرض ده، ومع ذلك محدش منهم كان بيظهر عليه ولو عرض واحد للإصابة بالمرض. فده خلى جوزيف يتساءل، هل البلاجرا كانت فعلا معدية؟ النظرية الطبية السائدة كانت إن البلاجرا بكتيريا معدية بتنقلها الحشرات اللي بتنشر المرض من خلال عضتها للإنسان. ولو النظرية دي كانت صح، يبقى ليه الحشرات دي كانت بتصيب المرضى بس ومش الموظفين؟ الدبان الأسود اللي بيدور على دم
هيقرص أي حد، مش هيميز ما بين مريض وما بين موظف. فهنا بقى جوزيف بدأ إن هو يشك إن في حاجة تانية غير الدبان الأسود هي اللي بتسبب المرض ده. هو في الحقيقة بدأ إن هو يتساءل، هل البلاجرا أصلا مرض معدي؟ هو في الوقت ده بدأ إن هو يضحك، دي ممكن تكون أول مرة في حياته المهنية في محاربة الأوبئة إن هو نفسه ما يتعداش بالمرض. وعشان كده لو النظرية بتاعت دكتور جوزيف اللي بيفكر دي صح، يبقى ملوش أي لازمة إن الناس اللي عيانة بالمرض ده تفضل موجودة في عزل. والمهمة الأكبر بكتير بالنسبة له دلوقتي كانت محاولة معرفة إيه اللي بيسبب المرض ده في كل الناس، ولحسن الحظ المستشفى دي كان فيها تليفون. فبمجرد ما خلص مقابلاته مع الموظفين اتصل برئيس هيئة الصحة العامة وخد إذن إنه يكمل تحقيقاته. دكتور جوزيف كان عايز إنه يراقب بنفسه بؤرة تانية لانتشار المرض ده، والمرة دي كانت في دار أيتام موجودة في ميسيسيبي. بس أثناء بقى ما كان بيلم الحاجات بتاعته من الأوضة، واحدة من الممرضات شدته على جنب وقالت له إن هي عندها أخبار وحشة قوي. هنري مزارع القطن المحلي اللي لسه شايفه لقوه ميت جوه الأوضة بتاعته. طبعا الخبر ده كان صادم جدا بالنسبة لكل اللي موجودين. هنري كان شخص كويس قوي، هادي، بيتعامل كويس مع كل الناس، ودكتور جوزيف كان وعده إنه يرجعه لبيته، فالموضوع كان صعب أكيد. وكان بيسأل نفسه يا ترى كام واحد هيموت قبل ما يقدر يعرف إيه سبب المرض الفظيع اللي بيموت الناس دي. بعد يومين دكتور جوزيف كان بيجري ناحية مدخل دار أيتام موجودة في ميسيسيبي على أمل إنه يهرب من الشمس اللي كانت عامية عينيه. لما دخل المكان ده حس إن المخاطر هنا كانت أعلى بكتير. هنا الناس اللي كانوا بيعانوا كانوا أطفال ما عندهمش عائلات تواسيهم. دار أيتام كان شكلها مريح أكتر بكتير من المصحة. المديرة اللي بتدير دار الأيتام دي عرفت نفسها وورت الدكتور الأوضة بتاعته في الجناح بتاع الزوار، وبعد ما حط حاجته مشي وراها في جولة في المبنى بتاع دار الأيتام. بس بالرغم من الشكل الخارجي الودود للمبنى، دكتور جوزيف أدرك إن المكان محتاج صيانة جدية. لما المديرة كانت بتوريه المكان قدر يشوف شروخ في السقف. الموظفين كمان كانوا قليلين جدا مقارنة بعدد الأطفال اللي بيرعوهم، لكن الأطفال كانوا مؤدبين سعداء نسبيا وفي حالهم تماما. جوزيف كان بيبص على كل الأوض اللي موجودة في المكان، كان بيلاقيها مترتبة شكلها كويس قوي. لكن قبل ما يدخل أوضة معينة المديرة بتاعت الدار بدأت تقوله إنه يستعد. المنظر مزعج جدا. العنبر كان عبارة عن أوضة طويلة السقف بتاعها واطي قوي. الأطفال كانوا قاعدين في سراير ضيقة، وتلت أطفال دار الأيتام بالكامل عددهم 68 طفل كانوا معزولين هنا لأن كلهم كان عندهم علامات البلاجرا. في بعض الأطفال طفح جلدي كان انتشر لفوق رقبتهم ووصل لوشهم. ولما جوزيف كان ماشي ورا المديرة دي في الأوضة، بنت شكلها حزين بشكل خاص قوي، يعني تبان إن هي عندها 8 سنين، لفتت انتباهه. هي كانت قاعدة على سريرها وماسكة كتاب. جوزيف لاحظ إن في خطوط من القرح الحمراء باينة من تحت أكمامها، فقعد جنبها وسألها حاسة بإيه. البنت قالت له إن هي مبقتش بتعرف تنام لأن جسمها بيوجعها، بتبقى دايما عايزة إن هي تهرش فيه، وكل ما بتهرش فيه جلدها بتحس إنه مولع نار. وريته رقبتها وقالت له إن هي متحوطة بطفح جلدي غامق ومقشر. جوزيف طبطب على إيديها وقال لها خليكي قوية، أنا وعدك إن أنا هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أساعدك. لما جوزيف بص حواليه في الأوضة دي أدرك إن تقريبا كل الأطفال كانوا في سن قريب من البنت الصغيرة دي. هو تقريبا ما شافش أطفال في سن ما قبل المدرسة أو مراهقين، بالرغم من إن دار الأيتام كان بتوفر بيوت للأطفال من سن الولادة لحد 18 سنة. دكتور جوزيف كان محتار قوي، بس قرر إنه يحتفظ بالأفكار دي لنفسه، ما يقولش للمديرة عليها. في الوقت ده وقف ومشي ورا المديرة لبره لمكان فيه مجموعة من الأطفال الكبار كانوا بيساعدوا في بناء كوخ تخزين. المديرة شرحت للدكتور إن ده كان شغلهم النهاردة، ولما كان بيتفرج على المراهقين دول وهم بينشروا الخشب وبيخبطوا بالشاكوش على ألواح الخشب بره في الشمس، كان مصدوم من التناقض بينهم وبين كل الأطفال الصغيرين اللي جوه الأوض في دار الأيتام. الأطفال الكبار دول كان شكلهم سعيد، صحتهم كويسة قوي، ومحدش منهم كان عنده ولو أضعف علامة للمرض. هو بدأ إن هو يدون الملحوظة بتاعته دي في النوتة، وبعدين مشي ورا المشرفة لمحطتهم الأخيرة وهي الحضانة.
جوه الحضانة كانت الدنيا دوشة قوي وزحمة، مليانة أطفال رضع وأطفال صغيرين منتشرين في كل مكان. لما دكتور فحص الأولاد دول ملقاش عليهم أي أعراض للمرض، هما بس يمكن محتاج إن المشرفين يهتموا بنظافتهم أكتر من كده. وعشان كده الموضوع كان مطمن دكتور جوزيف جدا. في نفس اليوم بالليل بعد العشاء، دكتور جوزيف سهر شوية وهو بينظم البحث بتاعه، وكان بدأ يلاحظ أنماط غريبة في مين اللي بيجيله المرض ده ومين لأ. في المصحة في جورجيا المرض كان بيصيب الناس من كل الفئات العمرية، من الأجداد لحد الأطفال الصغيرين. بس هنا في الملجأ ده كل الحالات كانوا في نفس الفئة العمرية بين 6 و12 سنة، وده كان شيء جديد. هو دلوقتي بقى متأكد إن البلاجرا مش بتنتقل عن طريق الدبان الأسود، بس كان عنده لغز جديد لازم يحله. ليه؟ الأطفال الرضع والأولاد الأكبر سناً بكتير ما بيجيلهمش المرض، في حين إن الأطفال اللي في النص بين المجموعتين دول كانوا بيتعبوا جامد قوي. فالموضوع ده ليه؟ طول الليل كان بيفكر في كل الحاجات دي، ما كانش قادر إن هو يوصل لإجابة، وعشان كده ما كانش عارف إن هو ينام. تاني يوم الصبح جوزيف صحي بدري وجمع ملاحظاته وطلب اجتماع مع المشرفة، وكان عايز يعرف كل تفصيلة عن طريقة رعاية الأطفال في الملجأ ده، من الأنشطة اليومية لترتيبات النوم للوجبات. المشرفة شرحت إنهم بيحاولوا يخلوا حياة الأطفال طبيعية على قد ما يقدروا، بس الموضوع بقى أصعب في السنين الأخيرة بسبب التخفيضات في تمويل الملجأ. الموظفين اضطروا إنهم يوزعوا الأكل الأغلى بحساب. على سبيل المثال دلوقتي بس أصغر الأطفال هما اللي بياخدوا لبن، لأنه طبعا ضروري لنموهم، في حين إن كل الأطفال التانيين مش بياخدوا أبدا. الموظفين كمان بدأوا إنهم يخصصوا مهام للأطفال الكبار. الملجأ كان محتاج تصليحات مستمرة، بس بسبب التخفيضات دي ما بقوش قادرين إنهم يوظفوا مساعدين من برا. وعشان كده في مقابل شغلهم الأطفال الكبار كانوا بياخدوا وجبات أكبر وأحسن، وجبات بيكون فيها لحمة وخضار مرة في الأسبوع. بالمقارنة الأولاد بقى اللي في النص اللي سنهم بين 6 و12 سنة كانوا بياكلوا في الغالب دقيق ردة مع عسل أسود، وفي مناسبات نادرة قوي كانوا بياخدوا أي نوع لحمة جودته قليلة الملجأ بيقدر إنه يجيبها. المشرفة قالت إن الأطفال دول تقريبا مش بياخدوا ولا لبن ولا خضار. جوزيف طبعا اتصدم، الأطفال في مجموعة من 6 ل 12 سنة ما بياكلوش أبدا كفاية، وهم بشكل ساحق اللي كان بيجيلهم المرض ده. طبعا هو كان عارف إن النظام الغذائي السيء ممكن إنه يؤدي لمضاعفات صحية، بس ما كانش منطقي إنه يسبب حاجة فظيعة زي البلاجرا. دكتور جوزيف سأل المشرفة لو كان في أي أطفال في الفئة العمرية من 6 ل 12 سنة مش بيظهر عليهم أي علامات للمرض، بس للأسف تقريبا كل الأطفال في الفئة العمرية دي كان بيظهر عليهم الأمراض. بس بعدها هي ابتسمت وقالت في الحقيقة كان في كام طفل في الفئة العمرية دي كانوا بصحة تامة، كانوا 3 أولاد مشاغبين عندهم 12 سنة، وأسمائهم كانت تشارلي وهنري وفرانك. وطبعا الإجابة دي ما كانتش لدكتور جوزيف كان عايز إنه يسمعها. لو بعض الأطفال اللي بياكلوا الأكل الفظيع ده ما كانش بيجيلهم المرض، يبقى الأكل ملوش أي علاقة بالمرض. المشرفة أخدت الدكتور ده برا المكان اللي كان فيه ال3 أولاد المشاغبين، كانوا بيجروا وبيلعبوا، محدش فيهم كان باين عليه إنه تعبان أبدا، رغم إنهم كانوا عايشين في منشأة مليانة أطفال في سنهم عندهم مرض مدمر للصحة. فالسؤال هنا بقى إيه اللي كان مميز الأطفال ال3 دول؟ جوزيف راح للأطفال دول وسألهم حاسين بإيه الفترة الأخيرة. الأولاد بصوا لبعض مستغربين من السؤال، بعدين هزوا كتفهم وجروا عشان يكملوا اللعب، هم مش مهتمين أبدا. جوزيف شكر المشرفة، بعدين رجع أوضته هو بيتساءل لو تشارلي وهنري وفرانك عندهم سر معين لتجنب المرض، ولو كان عندهم فهو كان محتاج يعرف إيه السر ده وبشدة. سهر لوقت متأخر الليلة دي وهو بيحاول يحل لغز الأولاد ال3 اللي صحتهم كويسة. هو قاعد يدور في كل الأبحاث الموجودة عن المرض، بيدور على إجابة ليه هما مش بيتعبوا. غرق في التفكير لدرجة إنه لما رفع راسه من على الملاحظات وكل الكتب اللي كان بيقرأها كان تقريبا بقى نص الليل، فقرر إنه يقوم ويريح شوية. بس لما قام وبدأ إنه ينام سمع أصوات همس في الملجأ الصامت تماما. الصوت كان بيردد صداه
هو حبس أنفاسه وسمع همسات، بعدين خطوات. مشي بالراحة ناحية مصدر الصوت وبص من ورا زاوية في الوقت المناسب عشان يشوف أبواب مطبخ الكافيتيريا وهي بتتقفل. هو فضل يمشي بالراحة على طول الطرقة اللي بتودي لمدخل الكافيتيريا، ولما وصل هناك حط ودنه على الباب وقدر يسمع جوه الدواليب بتاعة الكافيتيريا بتتفتح وفي أصوات متحمسة بتتكلم. هو بص من الفجوة اللي بين البابين المزدوجين وكتم ضحكه، لأنه شاف الأولاد التلاتة المشاغبين تشارلي وهنري وفرانك كانوا بياكلوا من الخزنة بتاعة الأكل. دكتور جوزيف كان عنده رغبة إنه يسيبهم في حالهم، بس أدرك إن أيا كان اللي بياكلوه ده ممكن يفسر ليه ما جالهمش المرض. فدخل للمطبخ على طول. الأولاد لفوا فورا ونظرات الإحراج بدأت إن هي تترسم على وشهم. دكتور جوزيف طمنهم فورا إن هم مش في ورطة. في الحقيقة هو قال إن هم ممكن يساعدوه مساعدة كبيرة، كل اللي كان محتاج يعرفه هم بياكلوا إيه، ولو قالوله هو يرجع فورا للأوضة بتاعته والموضوع هيبقى سر ما بينهم. الأولاد بدأوا إن هم يتبادلوا نظرات حيرة، بعدين هزوا راسهم لبعض وراحوا لخزنة الأكل. طلعوا الأكل اللي كانوا بيسرقوه، كان معاهم كام خوخة وسوداني وشوية فراخ باقية من الغدا. دكتور جوزيف ابتسم، بعدين بصوت واطي سألهم لو كانوا عملوا كده قبل كده. وشوش الأطفال احمرت وبصوا في الأرض، وبعدين واحد منهم اعترف بهدوء وقال له أيوة. طبعا جوزيف حس بموجة من الإثارة. هو شكر الأولاد على صراحتهم وسابهم لوجباتهم الخفيفة اللي كانوا بيسرقوها في نص الليل. هو رجع للأوضة بتاعته. عقل الدكتور كان شغال بسرعة. هو كان عارف إنه قريب قوي من اكتشاف كبير، وفي صباح اليوم اللي بعده هو كان جاهز خطته لاختبار النظرية بتاعته، ولو نجحت يبقى قدر أخيرا يحل اللغز بتاع المرض الغامض ويقدر إنه ينقذ أرواح لا حصر لها. بس تجربة دكتور جوزيف كانت هتاخد شوية صبر، وطبعا ناس كتير كانت في خطر دلوقتي. بعد 8 شهور في شهر فبراير سنة 1915، في صباح يوم لطيف وبارد في ميسيسيبي، جوزيف كان واقف بره مبنى من الطوب شكله عامل زي القلعة. ده كان هيكون بيته الجديد للست شهور اللي جايين، والمكان اللي هتتعمل فيه تجربته الكبيرة. كان مزرعة سجن حكومية. هو كان محتاج بيئة خاضعة للرقابة عشان اختباره يبقى علمي، والمكان ده كان خاضع للرقابة لأقصى درجة. ولحد التاريخ ده ما كانش فيه ولا حالة بلاجرا في السجن ده. بس لو نظرية الدكتور صح فده مش هيفضل الحال لوقت طويل. جوزيف ندم على اللي كان على وشك إنه يعمله. البلاجرا كانت بتقتل حوالي 1 من كل 30 شخص، ولو ما كانش حذر تجربته ممكن إن هي تكلفه أرواح. بس هو ما حسش إنه عنده اختيار. الناس كانت معتمدة عليه. بالفعل العشرات من مرضاه في المصحة والملجأ ماتوا، وانتشار المرض في الأماكن دي ما كانش بيظهر أي علامات تباطؤ. فجوزيف دخل جوه، ومأمور السجن وداه لمكان تجربته، وهو السجن جوه السجن. طول التجربة دي المساجين هنا مش هيكون ليهم أي اتصال بباقي النزلاء في السجن عشان ما يحصلش أي تلوث، في مقابل الموافقة على أنهم يكونوا فئران تجارب بشرية لمدة 6 شهور. ال11 سجين اللي في التجربة هياخدوا عفو كامل و$5 وبدلة جديدة. في الوقت ده المأمور ادى إشارة لموظفينه، وبعدين جابوا المساجين. 11 رجل من أكتر الرجال اللي كانوا موجودين في السجن عندهم صحة قوية. المساجين دول دخلوا كانوا بياخدوا أطباق أكل من عمال الكافيتيريا، وبعدين بيقعدوا على ترابيزة طويلة. الكل كان متوتر، كأن محدش عارف يتوقع إيه اللي هيحصل. بس أول ما بدأوا إن هما ياكلوا مزاجهم اتحول لاحتفالي. هما خلصوا أطباقهم وراحوا ياخدوا تاني، وقعدوا يهزروا على قد إيه هما كانوا محظوظين، لأن دي كانت أجازة مقارنة باللي كانوا متعودين عليه. بس جوزيف كان عارف إنه لو تجربته نجحت ال6 شهور اللي جايين مش هيكونوا مريحين أبدا، لأن لو شكوكه كانت صح فالرجالة دول هيصيبهم المرض وكل المعاناة الفظيعة اللي بتيجي معاه طبعا، واللي أكيد بتعرض حياتهم للخطر. بعد حوالي 6 شهور جوزيف صحي بدري في أوضته في السجن وطلع النتيجة بتاعته. كان الأسبوع التاني من سبتمبر، الموعد النهائي للتجربة كان بيقرب بسرعة، وهو ما كانش بيوصل للنتائج اللي كان بيتمناها. في خلال 6 أسابيع كل التمويل كان هينتهي. المكان اللي هو قاعد فيه هيتاخد منه، المساجين هيمشوا أحرار. بس ما كانش فيه حاجة دكتور جوزيف يقدر إنه يعملها عشان يسرع الأمور. التجربة كان لازم إنها تمشي بالسرعة بتاعتها وهو ما يتدخلش أبدا.
في الوقت ده كام سجين اشتكوا من بعض الأمراض الجديدة: صداع، ألم في الظهر، دوخة، غثيان، بس ما كانتش حاجات ممكن تتحدد على إنها بلاجرا. في اللحظة دي حارس خبط على الباب وقال إن حصلت مشكلة مع واحد من المساجين اللي كان متكتف دلوقتي في الزنزانة بتاعته وبيطلب إنه يتكلم مع جوزيف. هو طبعا مشي ورا الحارس للزنزانة بتاعت السجين، وأول ما السجين لمح الدكتور بدأ إن هو يزعق ويشتم فيه ووصفه بالنصاب، وصرخ إن هو يفضل إن هو يقضي مدة عقوبته كلها جوه السجن العادي بدل ما يقعد ثانية كمان في الجحيم اللي هو فيه. طبعا جوزيف ما تفاجئش، المزاج الفرحان اللي كان في أول التجربة كان اختفى تماما. كتير من المساجين كانوا متنرفزين سريعين الغضب وكانوا بيشتموه كتير. هو في الوقت ده شاف السجين وهو بيخبط في القيود بتاعته وبيصرخ، وفجأة لمح حاجة من خلال قطع في كم الكتف بتاع السجين. الدكتور نادى على الحراس عشان يجوا ويفتحوا الزنزانة، وبعد ما فتحوها جوزيف جري لجوه وبدأ إن هو يوسع القطع اللي في كتف السجين أكتر. ولما عمل كده اتصدم، طفح جلدي متقشر ممتد حوالين كتف السجين وحوالين رقبته. هو بدأ إن هو يرفع القميص بتاع السجين وكان بيشوف جلده عبارة عن آثار من الطفح الجلدي الأسود والقرح الملتهبة. مفيش شك أبدا الرجل ده عنده بلاريا، وهو متعداش من سجين تاني أو من الحراس. الرجل ده أكيد جاله المرض ده من تجربة دكتور جوزيف. جوزيف طلب من كل الحراس إنهم يرجعوا المساجين التانيين للزنزانة بتاعتهم. هو كان عايز يعمل فحص كامل للجسم على كل واحد فيهم. وأول ما كل المساجين بقوا جاهزين، جوزيف مشي ببطء وهو بيفحص كل سجين من راسه لرجليه. وهو بيعمل كده قلمه كان بيتحرك بسرعة قوي في النوتة بتاعته، بيكتب أوصاف مفصلة بغضب. وما كانش مصدق أبدا اللي شايفه، إيديه كانت بترتعش. 5 رجال كمان كان عندهم الأعراض الواضحة للمرض، وده معناه إن 6 من 11 متطوع جالهم المرض المميت ده. جوزيف جري لمكتبه وبسرعة بعت خبر للحاكم. التجربة بتاعته فعلا نجحت. دلوقتي جه الوقت عشان يقول للعالم اللي دكتور جوزيف اكتشفه كان بسيط بشكل صادم. البلاجرا ما كانش بيسببه الدبان الأسود اللي بينقل فيروس أو بكتيريا. الموضوع كمان ما كانش معدي، البلاجرا كان بيسببه الأكل. تحديدا كان بيسببه النظام الغذائي التقليدي في جنوب أمريكا في البيوت الفقيرة: لحم خنزير مملح، عسل أسود، ودقيق ذرة. لو ده كل اللي شخص بياكله فمن المحتمل جدا إنه يجيله المرض. والناس اللي بتكمل النظام الغذائي الجنوبي التقليدي ده بحاجات زي اللبن والخضار واللحمة الطازة مش هيجيلهم أبدا المرض. أول ما النتائج دي اتنشرت كان في ردود أفعال متباينة من المجتمع العلمي. البعض كان عايز إنه يرشح دكتور جوزيف لجائزة نوبل، بس عدد مماثل بدأ إنه يشكك في نتائج التجربة دي، خصوصاً الدكاترة والمسؤولين التانيين اللي عايشين في جنوب أمريكا. هما حسوا إن الدكتور الشمالي ده بينتقد طريقة حياتهم كلها. طبعا جوزيف كان حاسس إنه محبط تماما إن الناس بتشكك في اكتشافه. في النهاية هو أثبته بالتجربة اللي عملها في السجن. المساجين اللي تطوعوا إنهم يكونوا جزء من التجربة دي اتبعوا نظام غذائي صارم. كانوا بياكلوا بسكوت وخبز ذرة ورز وكرنب أخضر وبطاطا. كانوا يقدروا ياكلوا قد ما هم عايزين من الأكلات دي، بس مفيش أنواع أكل تانية. والنظام الغذائي ده هو اللي سبب إصابة نص المساجين. وبالظبط زي نزلاء المصحة بتاعة جورجيا والأطفال اللي بين سن 6 و12 سنة في الملجأ، كلهم جالهم المرض من نظامهم الغذائي. بس مع ذلك وفي حين إن دكتور جوزيف أثبت إن نظام غذائي أفضل وأكتر تنوعاً كافي لمنع المرض، هو في الحقيقة معرفش ليه ده بيحصل. الموضوع خد 20 سنة كمان لحد ما العلماء أثبتوا فعلاً إيه اللي بيسبب البلاجرا. هو بيحصل بسبب نقص في فيتامين بي 3 المعروف كمان باسم النياسين. النظام الغذائي الجنوبي التقليدي بعد الحرب الأهلية المكون من اللحمة المجففة والعسل الأسود ودقيق الذرة كان بيفتقر بشدة للعنصر الغذائي ده، وده السبب في إن المنطقة اتأثرت بيه أكتر بكتير من مناطق تانية في أمريكا. بس أول ما الناس بدأت إن هي تضيف فيتامين بي 3 للأكل بتاعهم، يعني غالبا في شكل دقيق مدعم، المرض ده مبقاش بيظهر، وتقريبا كل اللي كانوا بيعانوا منه اتعافوا تماما. إجمالا أكتر من 100,000 شخص ماتوا بسبب البلاجرا بين سنة 1900 و 1940. بس للأسف الخبر المحزن إن دكتور جوزيف مات قبل الاكتشاف ده بسبب نوع سرطان نادر جدا.
بس طبعا مع ذلك دكتور جوزيف هيتذكر دايما لأنه هو اللي حل اللغز ده وأنقذ عشرات الآلاف من الأرواح. وهنا نكون وصلنا لنهاية لغز واحد من أخطر الأمراض اللي واجهت العالم في بداية القرن العشرين، وهو مرض البلاجرا. صحيح اللغز اتحل، لكن يفضل البلاجرا شاهد على قد ايه جسم الإنسان فعلا معقد، وإن أبسط نقص في أي فيتامين ممكن إن هو يغير مصير شعوب بالكامل. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملولي لايك، تقولولي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة.